السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو ونتمنى من الله يعجبكم. اليوم ان شاء الله انا غادي نوجد مسمن بالحشوه في الفران، غادي نشاركو معاكم ونتمنى من الله يعجبكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا عندي هنايا نص كيلو ديال الطحين ديال الفورس، وعندي نص كيلو ديال الفينو، نص كيلو ديال الفينو، نص كيلو ديال الفورس، هي كيلو ديال الطحين، والزبده والزيت باش نطلق العجينه، وعندي الماء دافي وشويه الملحه. العجينه ديال المسمن عاديه، ما نزيد فيها حتى شي حاجه، ما غنديرش فيها الخميره باش ما تقطعش ليا ملي يكون عمر. شويه الملحه القياس، طبعا غادي نجمع العجينه عاديه، العجينه ديال المسمن، العجينه المسك تكون كنخليها شويه، ما نديرهاش عجينه مخوفه بزاف. صافي دابا غادي نجمع العجينه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. صافي نبقاو عند مجموعة العجينة ودلكتها، كندلكها ونعاودها ونعاودها حتى كتولي عجينة رطبة. صافي دابا غادي نديرها شوية الزيت، صافي غادي نغطيها ونخليها ترتاح على ما نوجد الحشوة. غادي ناخد واحد البلاصتيكة ونغطيها بها. دابا انا غادي نوجد الحشوه اللي غنعمر بها المسمن. انا عندي هنايا شويه ديال الدجاج، صدر ديال الدجاج غنقطعاه، والبصله مشلطه، الزيتون مقطع حتى رقيق وخويت عليه الماء طيب باش يحيد منه الملحه، وقطعته ونشفته من الماء. وعندي الشعريه ديال الروز والعطريه عندي الكمون، الثومه، قزبر يابس والبزار والتحميره وشويه الهريسه، وعندي شويه ديال الحامض مصير مقطع، عندي الربيع، معدنوس، شويه الملحه والزيت. عندي هنايا الماء، دايره الماء مغلياه، غادي نحط فيه هاد الشعريه ديال الروز باش تطلق.
دوكا درت المقله باش تسخن، وغادي ندير البصله حمراء ولا بيضاء، اللي احسن تكون بيضاء. دابا انا غندير هاد الحمراء، انا غادي نديرها. حشوه ساهله، داكشي اللي عندي. نزيد الزيت، نزيد شويه الملحه. ندير غير شويه حيت على حساب الزيتون، حيت انا ما كنديرش الماكله مالحه. ونشحر البصله. وغادي نزيد الدجاج. وزيد عطريه. وغادي نزيد واحد المعلقه ديال الصوجا اللي كتجي زوينه. زاد مسنين بالعطريه ديال الحوت. وغادي نزيد المعدنوس.
نزيد شويه الحامض مقطع. الملحه درت غير شويه الملحه على حساب الزيتون وعلى حساب الحامض، كلشي فيه الملحه، بس غير شويه الملحه، ولا ما كنديرهاش كاع وكيجي هذا. غنزيد الزيتون، غنزيد الشعريه بعد ما زقتها في الماء حتى طلقت وقطعتها. انا كتشوفوني كنبقى نصوص فيها، راه ما كنبغيش داكشي كيبقى لاصق فيه، ما كنبغيش شي حاجه كتضيع، هذاك علاش كتشوفوني كنبقى انا خليتها شويه شاده باش يلاه تجي مع شاده في راسها شويه باش يلاه تجي مع الحشوه هي هذيك. صافي دابا غادي غير نديها ونجيبها في المقله ونحطها تبرد، والعجينه راه واجده على ما تبرد ليا الحشوه. صافي عاد دوسي باش نعمر بها المسمن ولا الرغيف ولا كل واحد شنو كيقول. هادو اللي غادي نوجد بهاد الحشوه راهم الرغيف الفران. ونتمنى من الله يعجبكم هاد الفيديو وتقبلوا عليا، وما تنساونيش من لايكات والبارطاج مع الحباب ديالكم مع الاصدقاء، الاعجاب بالفيديو. الله يجازيكم بخير. صافي دابا هاد الحشوه راه واجده، غير حشوه اقتصاديه، غير شويه سترت الدجاج والشعريه شويه الزيتون وكتجي حشوه ما شاء الله تعمر لكم الغاطه ديال المسمن. صافي دابا انا غادي نحطها ونخليها حتى تبرد، على خاطرها حتى تبرد مزيان. بعد ما طلقت لي هاد العجينه دابا راه واجده، انا غادي نكورها، والحشوه هي بارده دابا بردات، خليتها حتى بردت مزيان، خاصهاش تبقى سخونه باش ما تقطعش ليا العجينه. دابا انا غادي نكور هاد العجينه طلقت مزيان، غادي ندير نكور الكوارات تكون قادين. الكواري كيبقاو على حساب، الا بغيت ندير كبار ندير كبار، بغيت ندير صغار ندير صغار. دابا غندير شويه بين وبين ما كبار ما صغار. ندير شويه الزيت باش يطلق
المسمن ويجي العجينه ديالو مطلوقه. دوكا انا كملت هاد العجينه كامله كورتها، بقات عندي اخر وحده صافي. غادي نهزها ونحطها في هاد الطبسيل باش نقرص في الكسعه. ندير الزيت باش ما تنشفش ليا العجينه، ونبدا باللي كورت هي الاولى، هي اللي غنبدا بها. باش ما تطلقش لينا العجينه في مره. العجينه ما ارتاحت قد ما كتجي زوينه وتجي مطلوقه وما سمحلناش ملي كنكونوا ونغطي العجينه هذه ونخلط شويه الزبده مع الزيت، نسرح العجينه ونطلق العجينه غير بالزيت، عاد ندير الزبده. العجينه كتكون مرتاحه، كتجي عجينه زوينه، كتجي صافي. دوكا بعد ما طلقت هاد المسمن غادي ندير شويه الزبده هكا، ناخد الفينو صافي، ونطوي المسمنه هكا عاديه بحال اللي كنطوي المسمن. نزيد تاني هكا شويه ديال السميد، الفينو ماشي السميد صافي، ونطوي ونحط. ثاني نزيد نطلق ثاني واحده اخرى. العجينه كتكون مرتاحه باغي فين ما ديناها كتمشي، صافي كنحسوا بها راه طبعا ما تكونش العجينه مرخوفه. ناخذ شويه الزبده هاكا نطلق بها الوجه ديال المسمنه، وناخذ شويه الفينو هاكا صافي، ونطوي. نزيد تاني هاكا شويه الفينو صافي، ونحطو نبقى هكا حتى نكمل هذا المسمن كامل. عاد ندوز باش نعمرو صافي. دوك غادي نبدا نقرص هاد المسمن. وناخذ من هاد الحشوه بارده، ونهز القياس اللي بغيت. قياس واحد نديرو فيه المسمن كامل، غندير جوج معالق ديال الحشوه صافي، ونبدا نكاد هكا في وسط المسمنه ونطويها على هذا الشكل
هكا كتجي ساهله بلا ما نديرش دابا وحده وسط وحده، نسهل عليا. صافي نعاود ثاني نطوي هكا ونضغط عليها شويه من الرز ونهز المسمنه ونحط في اللاطه. كتجي مسمنه زوينه وكتجي قنته. وناخد شويه ديال الزبده والزيت باش دابا ما غنديرش ليها السميد. صافي درتو في الاول صافي الزبده. دابا ناخد غير هاد الزبده مع الزيت اللي بقات لي انا مخلطه هي اللي غادي ندير لهم زيت ثاني معمر. ندير 2 معالق هكا ولا قد ما عمرناه قد ما كيجي زوين هكا. نجيب هاد القنصه هكا عاد هادي هنا باش ما تدخلش ليا هاد العماره. واخا العماره ماشي سايله راها ناشفه شويه، انا شفتها باش ما تدخلش ليا ما فيهاش. ونطوي على هاد الشكل هكا صافي ونقادو هكا مسمنه هكا ونهزو نحط في اللاطه ونبقى هكا حتى نكمل هاد المسمن كامل. طبعا سخنت الفران. ناخد واحد الصفر ديال البيضه ديال نخلطو وغادي نزيد عليه قياس واحد 2 معالق ديال الحليب مذوبه فيه معلقه صغيره ديال القهوه باش تحيد لي ديك الصفور ديال البيض ونخلطهم هكا مزيان باش نديرهم على الوجه ديال المسمن. صافي دابا غادي نبدا هكا نتهنى بها الوجه ديال المسمن. دابا الفران راه سخون صافي غادي ندير الوجه ديالهم بالبيض والقهوه مع شويه الحليب صافي. وغادي ندخل هاد المسمن الفران باش يطيب. انا مسخن الفران. صافي دابا غادي ناخد السانوج. انا عندي هنايا السانوج جنجلان بيض اللوز صافي. هكا غادي نبقى حتى نكمل هاد المسمن كامل دهنو بالبيض ورشو باللوز وجنجلان والسانوج حتى نكمل هاد البلاطه كامله وندخلها الفران باش طيب. صافي دوك هاد المسمن راه طاب. انا غادي نخرجو من الفران كامل طيب.
هذا هو المسمن اللي شاركت معاكم في الفران بعد ما وجدت بالحشوه ديال الدجاج. راه كيفاش كيجي، راه كيجي زوين هذا المسمن، ونتمنى من الله يعجبكم. وما تنسونيش من اللايكات والبارطاج. الله يجازيكم بخير. كيجي كامل مرق وكيجي زوين. انا داكشي اللي درتو كنشاركو معاكم، ونتمنى من الله يعجبكم. وما تنساوش ليا اللايكات. الله يجازيكم بخير.